ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جينا لدودو شانل نركب لها طقم الصالون الجديد اللي هي بهدلته هي وسلين وسليم، فقلنا نحافظ على اللي باقي منه ونيجي. ايه رأيك؟ تسلم ايدك يا اميره، بجد والله العظيم يا جماعه عملت لي الانتريه كفر. الانتريه خطير، عامله لي 2 في 1، تحفه تحفه تحفه. انا عامله لها لونين يمشوا مع بعض، وعامله لها الطقم ساده علشان خاطر لو ما حبتوش كده تغير، علشان خاطر العين بتحتاج ان هي يبقى في تغيير. إيه يا بنتي، احنا خدنا مقاسات. تقولي ايه؟ بقول لك احنا خدنا مقاس بقى الجمال. يا جماعه احنا مش واخدين مقاس اي حاجه، اي حاجه هي واخداه من الفيديو، فاهمين؟ بصوا انا واقفه في حب تركيتك من غير سوست، واول مره اعملها من غير سوست كان لدنيا، عشان ما حدش يقول لي انت بتعملي للبروجرات بلوجرات اهو من غير سوسته. السوسته بتبوظ يا جماعه، بتبوظ في الغسيل. يعني انتوا بتتكلموا ازاي؟ بصوا بصوا الخامه، الخامه وجمالها. مسطره ما شاء الله. وده الكرسي، بصوا من الظهر انت بتعملي كفر بيغطيه كله. بصوا اللون ده مع اللون ده، قولي ايه رايكم في الماتشي ماتشي ده. مستنيه بقى تعليقاتكم وارائكم على الفيديو، وما تنسونيش بقى بدعوه حلوه. صوريني الصوره كده، والله العظيم جميل قوي يا اميره. تتهني بيه يا رب يا قلبي، والدوابة عدد خطانه يا رب. ما شاء الله. على السريع كده كلمتين مهمين. الكفر ده احنا بنعمله لسببين اتنين: يا اما انت جايبة قطعة اساس غالية وفخمة فحابة تحافظي عليها وتغطيها، يا اما مش بيبقى عاجبك الشكل فبتحاول ان انت تكسري اللون اللي مش عاجبك ده وتغطيه لفترة، بحيث ان انت بعد كده تتقبلي الشكل اللي كان قدامك ومش عاجبك. عشان كده احنا بنعمل الكفر. فمن الطبيعي ان احنا عملنا الكفر لدنيا علشان خاطر تحافظ على الانتريه بتاعها اللي هي جايباه غالي، ان انتوا شايفينه قطعة اساس غالية وكويسة. فهي عملت الكفر علشان خاطر ان هي تحافظ عليه، مش ان هي هتفضل مغطياه على طول. هي بتحافظ عليه من اولادها، من البهدله، من الترابه، من اي حاجه. وانت لما بتحبي تعملي كفر بتعمليه علشان عايزه تجددي الركنه بتاعتك، تجددي الشكل العام بتاعها. كل واحد فينا بيبقى متضايق زهقان، فعايز يغير اي حاجه في الديكورات عنده علشان يتقبل المكان اللي هو قاعد فيه. فممكن تكون الركنه لونها معتاد قدامك فزهقك، فانت عايزه تغيري اللون بتاعها. ده لا عيب ولا هو حرام ولا هي حاجه كده وحشه. انت كده بتداري قطعه الاساس الغاليه الفخمه. طب ما انت كده كده اصلا بتداريها علشان تحافظي عليها، يا اما بتداريها علشان مش عاجبك لونها وبعد كده بترجعي تشتاقي للون القديم. يعني ده امر طبيعي. الكفر بيتعمل للحفاظ، للحفاظ يا جماعه، فبلاش تهاجموا خلاص. انا حبيت اوضح النقطه دي. تمام. نقطة تانية، في ناس بتقلق من حتة ان انا ما باخدش مقاسات. انا شغالة الحمد لله والفضل لله لحد الان، بقالي 10 سنين ظاهرة معاكم على الميديا، بقالي 3 سنين. الحمد لله الحمد لله والفضل لله. اتفوقت في مجالي وعديت ناس كتير بمراحل، وناس بقالها عمر. فانا اللي مش بقيم نفسي، لا ده انتوا اللي قيمتوني، وانتوا اللي اديتوني الثقة في نفسي دي، خلتني اللي هو اتشجع اشتغل انجح، لدرجة ان انا الحمد لله والفضل لله ده فضل من ربنا، عشان ربنا قاسم لي رزق هنا في وسطكم في المجال ده. ما باخدش مقاسات، فانتي ما تقلقيش. اصلا انا لو محتاجة مقاس مش هخسر حاجة لما اقولك جيبي متر وقيسي لي كذا واعملي لي كذا. غيري اكيد هيقولك كده، فانا لما اعمل كده انا كده مش هبقى بقولك على حاجة زيادة يعني عكس غيري.
فانا لما بقولك مش محتاجه مقاسات يبقى تثقي في كلامي. غير ناس اوقات اقول لهم طب هاتولي مقاس القطعه دي وهاتولي مقاس القطعه دي. طيب الحاجه لو جت بايظه يا اميره، الحاجه لو جت بايظه انا اللي بتحملها، ده بتحصل 1%. دي بتحصل 1%. طيب لو الحاجه جت بايظه بتاعتي، انا لا هقفل التليفون ولا هعمل لك بلوك، ده شغلي وباب رزقي. فاكيد انا هبقى حابه انك انت الحاجه توصلك وتكوني راضيه عنها. ما هو اصل انت لو رضيتي عن الشغل بتاعي كده انا هكسب جيرانك وصحابك وقرايبك وكل اللي حواليكي. طيب انا لو عملتلك بلوك ولو ما ردتش عليكي، ما هو اكيد انا هخسرك وهخسر ناس كتير قوي وهخسر شغل كتير قوي. غير كده وكده انا ربنا مش هيبارك لي في رزقي. طب وليه؟ يعني انا واحده بتستلم الاوردر بتقول لي انا المندوب مش عايزني عاين. قلت لها يا حبيبتي ده مندوب تبع البريد مش تبعي انا، يعني ده مندوب تبع البريد مش تبع انا. فردت قالت لي طب افرضي الحاجه جت بايظه. قلت لها يا حبيبتي هو انا رحت فين؟ يعني انت هترد عليا؟ والله العظيم لا واحده ولا اتنين ولا تلاته، على طول كذا واحده تكلمني كده، وده حقهم. يعني ده حقك انك انت تبقي مقلقه من اللي قدامك، لان انت ما تعرفينيش غير عن خلال شاشه بس. فاللي انا بقوله لك واللي انا عايزه اوصله لك انك انت الحمد لله مع اميره ممكن تثقي في اي حاجه. يعني انت الشغل بتاعك ده لو انت مش راضيه عنه اقسم بالله ما هخليهولك، والله والله ما هخليهولك. طب ومصاريف الشحن يا اميره؟ دلوقتي انت بتحاسبي على مصاريف الشحن والشغل جايلك. طيب لو طلع في مشكله انا اللي بحاسب على مصاريف الشحن وهي جايالي وهي جايالك، وانت مش بتحاسبي على حاجه، والحاجه بتتغير لك وبتتعمل لك غيرها يا اما بتتظبط. اما من ناحيه العربون انت لو مش واثقه فيا بلاش تتعاملي معايا من الاساس. والله والله واحده اتعاملت معايا قالت لي الركنه دي تتكلف كام يا مدام اميره؟ قلت لها قد كذا. قالت لي تمام ماشي انا عايزه اعملها. قلت لها تمام ماشي، الحجز انك انت بتسيبي نص المبلغ وتبعتولي على فودافون كاش. قالت لي لا انا هبعتلك المبلغ كله. بجد انا بشكرها قدام الدنيا كلها، ودي مش واحده، دي كذا واحده. انا عايزاكم يا جماعه تثقوا فيا، انا اختكم الصغيره. استودعتكم.